السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحلى متابعي على قناة الست المصرية على أصولها. وحشتوني، كل سنة وانتم طيبين. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة متنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. طبعا النهارده بقت هنعمل معاكم كده روتين عادي كده وبسيط. ما تنسوش بقى تدعوا في الايام المفترجه دي، تكتروا من الدعاء ليكم ولولادكم ولحبايبكم. ربنا يا رب يكفينا شر المستخبي، ويرزقنا الصحه والعافيه والرزق الواسع، اللهم امين. طبعا زي ما انتم شايفين انا كنت جايبه شويه طماطم، لان الطماطم اليومين دول رخيصه، فقلت اهي هعملهم صلصه. ف جنب يعني جنب الطبيخ كنت هطبخ يعني كده، كنت اعمل شويه ملوخيه، وطبعا شويه بطاطس كده وعلى المشي كده يعني. وكان معايا كده، كنت جايبه كده فرخه كده ظبطتها ونقعتها في الملح والخل والليمون، وغسلتها بدقيق وكده، واشوفها تاني معاكم بليمونه هيتي، وافضل اشوفها كده شطتين حلوين تاني، واعصر عليها ليمونتين تاني حلوين، وهحطها يعني في العقد بتاعها. لا اله الا انت سبحانك اني كنت منزه. طبعا غسلت برضو الخضار جنبي اهو، حاطه حاطه الخضار نقعه في الميه وخل عشان ما يكرم. وهنبدا بقى نظبط الدنيا كده. انا طبعا بحب اشتغل وحواليا نضيف، ما بحبش اشتغل وهي في حاجه مكركبه حواليا. بحس ان انا لايصه كده. طول ما كل المكان نضيف جنبيكي، طول ما انت تشتغلي على رواق. طبعا انا كنت عامله التومه والبصله احمرت اهيتي، اصفرت اهيتي يعني كده. هبدا انزل بيها بعصير الطماطم، عصير الطماطم اللهم صل على سيدنا محمد. اسيبها تتسبك، وهظبط بقى الملوخيه واحط عليها خل واسيبها شويه كده لحد ما تنزل اللي فيها. يلا بقى لايك كده واشتراك في القناه وفعلي الجرس لو انت يعني لسه جديده. اشتركي لي في قناتي وفعلي الجرس، ويا ريت محتواي يكون بيعجبكم ويفيدكم باي حاجه، حتى لو حاجه بسيطه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي سيدي رسول الله. طبعا بعد ما نقعتها شويه في الخل، هظبطها بشوفها بقى شطفتين حلوين، وامطرها نطره حلوه كده، واسيبها تتهوى. وبعد كده تاني شفشه وده تالت شفشه. وبعد ما اسيبها بقى تتهوى كده ارطفها ونخرطها. اذكروا الله يا جماعه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بص بقى يا حبيبه قلبي، لو انت طبعا الايام دي الطماطم فيها رخيصه، فاستغلي بقى الوقت كده والظروف، وظبطي كده الدنيا، واعمل لك حبه صلصه كده حلوين، حتى بحيث ان انت لو في مشوار ولا حاجه، ولا عندك وقت ضيق ولا حاجه، تخلي الصلصه تبقى موجوده معاك على طول. تطلعي بس وتفكيها، وتبداي تعملي الخضار اللي انت عايزاه تعمليه. طبعا هنا انا بوريكم الخلاط، كل ما بعمل عليه اي حاجه لازم امسحه كده وانضفه، عشان الحاجه تفضل كده نظيفه وحلوه. عشان انا وانا بعمل كان بيشر من يعني كان بينزل فيه حاجات بسيطه كده، فظبطته كده ونضفته، وهبدا انا احطه مكان. نرجع بقى لبقية كلامنا. لو انت بقى في شغل، لو انت مثلا في مشوار ومؤخره وكده فتجيبي بقى كيس الصلصه كده انت مسبكاها. فيه مننا بيسبكها، وفي مننا بيعملها صلصه كده طماطم بس. لكن انا بعمل يا جماعه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بعمل التومه والبصل والثوم واقلبهم، وابدا انزل بعصير الطماطم، يعني تسبكي لها، يعني تسبك لاي خضار يعني. وهبدا ان هي تتسبك معايا خالص وتنشف، ويعني وتحمر وتتسبك كده معايا، وابقى اوريها لكم. وابدا ان انا اسيبها تبرد، واعبيها في اكياس على قد الطبخ. حتى لو انت في مشوار، حتى لو انت مش فاضيه، وراكي مشغوله، حتى لو فيه النور قطع ولا حاجه، تطلعي كيس الصلصه وتعملها على طول. وسهله جدا جدا يا جماعه، ومش هتاخد معاكي وقت خالص ولا مجهود. هنعمل بقى بطاطس جنبيها. طبعا انا خدت من الصلصه اللي انا مسبكاها شايفين هي بسم الله ما شاء الله حمرا، واليومين دول الطماطم بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله مسكره، ومش زعق ولا حاجه وحمر. فاستغلي بقى الوقت والفرصه ان هي رخيصه، واعملي اعملي لك شط صلصه كده حلوين. تنسيش بقى الله بقول لكم بقى لايك يا جماعه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طبعا كده لو انتوا سامعين وش جنبيها، ده صوت المروحه يا جماعه. هبدا بقى ايديكي بقى فيها على طول تقلبيها،
طبعا تكون مظبطه لها الملح، ما تحطلهاش حاجه تاني ولا كمون ولا كزبره ولا فلفل اسود ولا اي حاجه. الحاجات دي اول ما بتطلع الكيس يفك معاكي وتبدا تحط الخضار بتاعك، تيجي حاطه ايه شط الكمون شط الكزبره والفلفل الاسود. خلاص بزودها كده كبشتون شوربه البطاطس واسيبها اوطي عليها، وهرجع ايه والفراخ قربت تستوي معانا اهي، وهرجع اكمل ايه اللي احنا كنا بنعمله. كنت يعني هكنس ولا همسح ولا اعمل حاجه، سبت وطيت على الاكله وقلت ايه. كان ولادي نايمين في الدور بصراحه ما رضيتش اصحيهم، قلت خليهم بقى طالعين من امتحانات وكده قلت ايه اخليهم براحتهم لما يقوموا. واول ما اخلص انا ايه هصحيهم. محمد بس اللي كان سهران جنبي، اللي كان صاحي جنبي، عشان ايه كان قاعد يعني ايه لو حد خبط علينا ولا حاجه اشترى حاجه من الدكان. هنعمل بقى معاكم ان نعمل ملوخيه هيتي. حتى والله ساعتها صحيت ساره تعمل الملوخيه، قلت لها اعملي انت الملوخيه عشان انا هخلص مسيح، اظبط اكمل مسيح وخلاص. هي الملوخيه بس اللي انت هتعمليها كانت على الغرف يعني، سبت الملوخيه لاخر حاجه عشان ايه تفضل تبقى سخنه وكده فوق. فخلاص ايه اخر حاجه كانت معايا الملوخيه هيتي، وصار هي اللي بتعملها. وبعد ما تخلص بقى صار هنغرف وده كان فيديو النهارده. يا ريت يكون افدتكم بحاجه وكنت كده اعطيكم طاقه ايجابيه. وما تنسانيش بقى بالدعاء واللايك والاشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بحبكم في الله، وربنا يدينا الصحة ويديكم اللهم امين يا رب. طبعا يا جماعة ادعوا الايام المفترجة دي ايام حلوة وكلها كلها ايام مفترجة ونلبي فيها ونكتر من الدعاء عشان ايه ده ايام حلوة كلها. ربنا ايه يكفينا شر المستخبى اللهم امين، ويرزقنا الصحة والعافية اللهم امين يا اللهم امين. خلاص هي كده سابت لي قالت لي كمليها يا ماما. فانا قلت ايه هات انا طشها انا يا ساره. يعني هي بتعرف كل حاجة تطش الملوخية، بس ايه هي اللي يعملها انت يعني هي طشها انت. فقلت لها خلاص هاتيها. حتى المقطع ده اتعاد مرتين. يلا صلوا على الحبيب المصطفى يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. هبدأ بقى اخلص باتي، وكان في شوية مواعين هدعوكهم وادعوك البوتاجاز كده. خلاص هنبقى اخر حاجه بقى الملوخيه. اللهم صل على سيدنا محمد. وهبدا ان انا ادعو انا نغرف الاكل، وبعد ما اغرف الاكل كده يبقى ادعوك المواعين بتاع الغداء. اللهم صل على سيدنا محمد وهدعوك البوتاجاز. وده كان فيديو النهارده. تعالوا ما تفضلوا معانا بالف هنا وشفا. ما تنسونوش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واستنوا فيديوهات العيد ان شاء الله، تنظيفات العيد الاضحى. وكل سنه وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده المطبخ اهوتي، وهعبي الصلصه اغرفها لما تبرد احطها في الثلاجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهاتي على قناة الست المصرية الأصيلة.